أنا بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلي بالك انا مش قادر استحمل، انا مش قادر استحمل، بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا مش قادر استحمل اللي انت بتقوليه. لا زي ما والله الكلام تمن قال الأيام دي وطلع، والله ما قلت الأيام دي، وأنت عالم بي يا رب، والله أنت عالم بي يا رب. وناس كانت بتجيني تديني لقيت بيجيب علبة الكبريت ويولع يطيش ويرمي علي وانا ارجع لورا، يطيش ويرمي علبة الكبريت يولعها ويرميها عليك بالعود، بالعود يعني يرمي العود ويرمي علي ويولع غيره ويرمي علي وانا ارجع لورا، ارجع لورا، ما انا قاعده وياه في البيت بقى. ويتف في وشي الله، ومبهدلني اخر بهدل، وهطلنا اضربك كده اهو، هاتلنا اضربك لحد ما تموت. طب وليه يعني؟ ليه ده كله؟ والله ما انا عارفه. لا حول مش عاجبه العيشه، مش عاجباه العيشه. طب ما يشتغل. ما يشتغل. مش عاجباه العيشه. لا اله الا الله. فانا ايه يريحني. فانا لما بقى طلعت بقى اخر من في ال10 سنين دول، قلت انا اللي يريحني منه قعدوني يا جماعه في اوضه واقفل بيني وبينه باب وارتاح من ضربه فيه، ويقعد بقى يعني لو موت ما كانش هيعرفوا يغسلوني فيه. قعدة الحسره، قعدتي قعدة الحسره. دي الصور بتاعتك دي؟ ده صور ايه؟ وهو الصور امسكي كده. ده صورك انت وهو ضاربني وهو ضربك. ايوه. ومن نهارها ما رحتش البيت ده، من شهر من 5/4/2020 ما رحتش البيت بقى، ما قعدتش فيه، قاعده هنا من نهار. ده صورك انت من الضرب؟ من الضرب، وفيه كمان غير كمان على التليفون كمان. هو ده؟ هو ده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده؟ أي. لا إله إلا الله. إيه ده؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. والله العظيم، أنا وربنا مصبرني، والله العظيم. ربنا مصبرك. والله وما بيهف علي حاجة. والله أبقى في السوق والفاكهة كده، والله ما بيهف علي أبدا. زي ما يكون حاجه من عند ربنا كده مشبعاني وجنعاني، وما بتلهف على حاجه، ولا ببقى عايزه اكل حاجه، ولا لحمه تيجي في دماغي، ولا عايزه اكل لحمه، ولا عايزه اكل سمك، ولا من الكلام ده. العود والخضار والرغيف. رغيف؟ ايوه. واكل عشان عندي وخضار. خضار ايه؟ عيش، خضار، جرجير، سريز، اي حاجه. يعني انت كان اكلك رغيف؟ ايوه العيش وجرجير. ايوه والله. ما انا اكل دي واوفر عشان لو عيت الاقي فلوس اتعالج بيه، ولو موت يعرفوا يجيبوا كفن ويجيبوا يكفنوك. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يبارك في عمر حضرتك. ربنا يبارك في طب ايه الادى الى الضرب ده؟ يعني معرف ايه الادى الى الضرب ده؟ بقول لحضرتك اهو عايز يبيع البيت. كل ده علشان نضربك علشان يبيع البيت؟ يبيع البيت، عايز يروح برج العرب وهاتي 200 جنيه كل 15 يوم. 15 100 جنيه 200 جنيه كل 15 يوم. اي زجاجة الباب عليا اللي من بره زي دي كده. وجا داخل عليا بقى يقتل فيا. هو ما كانش بيضرب، ده كان قاتل لانه كان خانقني. ما هو كان خانقك؟ ايوه كان خانقني. ودماغه كله ضرب ودم، حتى كان هو لابس جلابيه بيضه، كمه ده كان غرقان دم من ودني كانت بتطرطش دم، كانت مفتوحه بتطرطش دم. دي طلعت بقى اجري منه، دخلت بيت الاستاذ محمد الجبلاوي علشان اهرب عنده. دخل ورايا، والله دخل ورايا لحد الصاله بتاعتهم، لولا هم طلعوا حشوا علي. والناس راحوا له، قلت تعالى رضا امك، ما رضاش يجي يرضيه، ما رضاش. قالوا تعالى بص راس امك ورضيه، قال لهم ده انا هشتكيها الصوت. قولي لي، برغم العمايل السوداء دي ولو جه بس راسك هتسامحيه؟ لا بخاف منه. بتخافي منه؟
ما هو بخاف منه. ما هو 10 سنين أيوة. ضرب فيك وتوليع فيك. ده 25 سنة. 25 سنة ضرب. ايوه 25 سنة أيوة ضرب والله. فيك وبيولع أيوة فيكي، والله. طبعا خايفة منه. ايوه بخاف منه. وخلاص الحنية ما عادتش في قلبي من اليوم. يعني ما فيش حنية بقى. الحنية مفيش. لا مفيش حنية. بخوف منه بقى. انا ما بطلعش بره عشان خايفة منه. دلوقتي انا حاليا قاعدة هنا ما برضاش اطلع بره عشان ما يقابلنيش يضربك. يضربني، هيقتلني. هو لو شافنا هيقتلني، مش هيضربني، هيقتلني. لان هو جاي لي كام مره انا هقتله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه ده؟ فانا بقى لما رحت بقى بالليل كان هو ضاربني بين العشاء والمغرب كده. فانا خدت نفسي ورحت النقطه عشان اشتكي. تشتكيه. رحت لقيت العساكر واقفين على النقطه. انت عايزاه يا حاجي؟ قلت من اللي عمل فيك كده يا حاج؟ وكل واحد طلع ما تليفونه. طبعا المنظر إيه ده؟ طلع تليفونه يصورنا. إيه المنظر ده؟ الصور ديت بعد حضرتك كمان ما جابوا لي دهان وما كنتش لسه اشتكيت. جابوا لي دهان دهنولي. يعني الصور دي بعد ما جابوا لك دهان وعلاج. ايوه وما كنتش لسه اشتكيت. رحت النقطه ورداي. امال كان شكلك إيه ان شاء الله؟ انت واخد بال حضرتك؟ ايوه سامع. رحت النقطه بالله عشان اشتكيه يوم ما ضربني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قالوا لي مين اللي عمل فيكي كده يا حاجه؟ بصوروا هم بقى بتليفوناتهم. صوروا. مين اللي عمل فيكي كده يا حاجه؟ قلت لهم ايه. طب اسمه ايه؟ قلت لهم انا ما رضيتش اقول لهم اسمه. لا حول ولا مش تقول يا حاجه على اسمه. وما انت جاي لنا لا. انت جايه لنا لا. لا اله الا الله. قلت لهم انا بس مانيش عايزه اشتكي. انا بس عايزاكم يعني ما يضربنيش تاني ومش عارفاه بس. طب يا حاجه اسمه قلت لهم انا مش جاي على اسم. وجيت واخده بعض روحت يعني ما اشتكيتهوش؟ لا في ليلتها ما اشتكيتهوش. رحت النقطه. صعب عليك تقولي اسمه ورجعتي تاني؟ رجعت تاني. لا حول ولا قوه. جيت لقيته تاني يوم الصبح واقف لي عند الباب. وجت هنا حاجتي. طب انا هروح فين بقى؟ ما لقيتش ما باليد حيله بقى. ما باليد حيله. قلت اروح اشتكي وخلاص وريح نفسي. وخلاص بقى. انا سكيت وعايزه اخش الاوضه تاني. مش راضي يدخلني. واقف لي عند الباب. انا خفت اروح يمه. انما هو واقف عند الباب عشان ما اخش. وياك تيجي هنا تاني. خدت بال حضرتك؟ فانا جيت واخده نفسي بقى. في الليله دي بقى هم دهنوا لي، جابوا مرهم وحاجات ودهنوا لي. بعد ما خدت ما بت ليله ومدهونه ودهنوا لي وكده. صبحت ورحت النقطه وعملت شكوى بقى. فخد 40 يوم. لما خد 40 يوم اتحبس 40 يوم. اتحبس 40 يوم على ذمه القضاء. تمام. بعد ما خد ال 40 يوم طلع بقى شمحت اكتر من الاول. في اللي قاعد النفضر. يعني هو اعتدى على الناس اللي اخواته. ايوه اخواته جوز اخواته. بشكيه. لو معدي واحد او جوز اخته او عيل من عيال اخته من عيال اخواته يتف عليه ويشتمه. ما قلنا لهم ما تردوش عليه. لو عمل له ما حدش يرد عليه. مشوا اعملوا انكم ما شفتوش ولا تبصوا له حتى. اعملوا انكم ما شفتوش وهو بيتف ولا بيشتم ولا اي حاجه. عشان خايفين احنا على عيال الشباب. خايفين عليهم. ايوه خايفين عليهم مني. وشباب زي الورد والله. ربنا يبارك لك يا رب. فاحنا عشان كده هو طلع بقى يشتكي فين؟ يشتكي في جوز اخته دي ويشتكي في جوز اخته دي ويشتكي في عيال في عيالهم. احنا بقى ما نعرفوش ان هو بيشتكيني. بنسمعه من الناس ان هو بيشتكي من الناس اللي هناك في المركز. في ناس هنا من بلدنا في المركز ولقيناهم بيقولوا ده هو بيشتكيكم. تمام. فاحنا ما بيجيلناش اعلان. ما بيجيلكمش اعلان بالشكاوى. تمام. ما بيجيلناش اعلان في الشكاوى. ما بيجيلناش اعلانات خلاص. فاحنا فكرنا ان ما اشتكناش. تمام. لان ما بيوصلوناش الشكاوى ان احنا لنا شكوى. تمام. فحكمت علينا
حكمت عليكم؟ على مين؟ علي. شكيني شكوتين ان انا ضرباه. انك انت ضرباه؟ وما علمش عن الشكاوى الا لما حكمت علي. حكمت عليك بقد ايه؟ حكم علي ب3 شهور و500 جنيه غرامه. يعني محكوم عليك ب3 شهور 500 جنيه غرامه؟ حكماي. حكمين؟ حكماي. عشان هو اشتكاك انك انت اشتكاك بيقول لي ان انا ضربته. انك انت ضربتيه؟ ما شاء الله عليه. ما بيرضوش يوصلوا لنا الاعلانات عشان ما نروحوش لا، هو ربما في حاجه تانية حاجه. ربما يكون في حاجه، هو ربما يكون هو بيستلم الاعلانات دي وبيداريها على اساس انك انت العنوان بتاعك هناك. فهو بيجي الاعلان على مين؟ على بيتك. هيكون هو موجود فيستلم الاعلان مكانك انك انت موجوده. اقول لحضرتك طب جوز اخته مش في بيت تاني، امال ما راحلوش اعلان ليه؟ تمام. طيب قولي لي بقى، يعني انت كان محكوم عليكي بكام؟ 5 شهور؟ ب3 شهور؟ لا ده انا قضيتين وما علمش عنهم حاجه. طيب الا امبارح تم استدعائك عشان الشكوى بتاعته، عشان شكوى التمكين بتاعته. هو خد كمان تمكين من البيت؟ ايوه، البيت بيتي ملكي، هم عملوها ما اعرفش، هم عملوها وضعيات. يعني البيت بدل ما تبقى البيت ملكي بخلوه وضعيات، ما اعرفش مين اللي عمل له كده، مين اللي مشاه. ما هو دي بقى ما لهاش محكمه، دي بقى فساد محليات. الله ينور عليك. دي ما فيهاش محكمه. انا بقول لحضرتك دي ما فيهاش محكمه. المحكمه دي والنيابه دي بره القصه نهائي. لان دول يعني بيحكموا بالعدل وكل الناس بتثق فيهم، لا نقاش ولا كده. لكن كورقه من وحده محليه او غيره هي اللي ودت الدنيا في داهيه. ماشي. ما هو فيه احنا عارفين. طيب بس ما كناش نعرفه. ما كنتش تعرف؟ ما كنت. فبصيت لقيت جاييني جواب، امال جواب التمكين جاني لا وصل لي هني. طيب لقيت تم استدعائك وطلعتي وافرج عنك. ايوه. وكيل النيابه ربنا يبارك له ويحفظه يا رب ويجعل له في كل خطوه سلامه. لما شافه قال له هو انت تاني؟ مش انا جاي لك ما تضربش امك؟ مش انت كنت جاي وضارب امك قبل كده وانا قلت لك ما تخليش امك تيجي تشتكي منك؟ طب انت بتضربها تاني ليه؟ قال له ما هوش انا. قال له لا والله انت، هو انت. وفعلا كان هو. يعني وكيل النيابه فاكر؟ فاكر. هو بيقول له لا ده انا مش ما كنتش حضرتك انت اللي حاطه. هو يعني قال له لا والله انت، وانا فاكرك وانا ما بنساش اللي بيجوني، المتهمين اللي بيجوني هو انت. انا مش قلت لك لو امك ديت ما تضربهاش؟ انت بتضرب امك ليه؟ الغرض بقوا يسالوا كده. ولقيت وكيل النيابه قال لي روحي يا حاج. وكيل النيابه قال لك روحي يا حاج. انا ما كنتش اعرف عن القضايا ده حاجه، ومشيت اروح اركب العربيه لقيت واحد من العسكري جاي بيجري ورايا. احنا ساعه ما شفناه بيجري لان هو كان موصلنا برضه، يعني ابن حلال ربنا يبارك له يا رب. وقال روحوا مش عارفاه. فرد تاني لقى علي قضيه طار و1000 جنيه غرام. لقيناه جاي بيجري ورانا عند العربيات. فاحنا بنبص وراه، انا كده ببص ورايا لقيته جاي بيجري. جينا واقفين كناش حصلنا العربيات لسه. واستنيناه بيقول عرفنا. انا عرفت ان هو جاي بيجري هي في حاجه. وقفت. قال ده انت عليك قضيه سجن، كل قضيه 3 شهور و1000 جنيه غرام على القضيه. تعال. رديت اتصلنا على المحامي الاستاذ محمد دراس. جه عمل له معارضه. طبعا ما خلوش البيت ملكيه، خلوه وضعيات. هم بدل البيت ملكيه خلوا البيت وضعيات. هي ما هي جمعيه كده واحنا عارفين طب طيب
تقولي ايه لكل ابن؟ والله والله الناس كلها والشباب كلها حنينين على اهاليهم. حنينين على اهليهم. على اهاليهم. انا ده هو شطار. انا مش عارفه هو مخلوق ليه. هو مخلوق لبنان دي. بس هو من النوع اللي ما بيتحملش مسؤوليه وعايز ياكل ان شاء الله تسرقه وتوكله. انا بقول لحضرتك كده، اعمل اللي انت عايزه تعمله ووكله ياكل وخلاص. هو ابن دي كده روح قدر الفحل كده ويجيب فاكهه الدنيا، وانا كده ابقى قاعده على العتبه كده في الحار. الاوضه حار وكتمه وبدرون والسقف واطي، قاعده كده هو داخل بالاكياس كل يومين يخش بالاكياس فاكهه وياكل ويجيب لي الزباله يحطها لي تحت السله وانا اخدها ارميها. الزباله بتاعته انا بنبنيش الا ارميه. ما بدكيش تاكلي منها؟ لا والنبي ولا انا عايزه، والله ما انا عايزه منه حاجه. انا مش عايزه من نفسي الحمد لله. والله الفاكهه بتبقى قدامي في السوق كده بس شايلها من عندك يا رب. نفسي ما خليني جنعان ولا بيهف عليا حاجه ولا ببقى عايزه اكل حاجه ولا كده. ولما ما باكلش حاجه ببقى مرتاحه كمان. لما تاكليش تبقى مرتاحه. ايوه والله العظيم سبحانك يا رب. وزي ما تكون ضريعه. انا بصوم اثنين وخميس على طول. والله العظيم بقول لحضرتك زي ما بقول كده. ربنا يديك الصحة. ولا بجوع ولا اي حاجه، زي ما يكون ربنا كده مشبع. مش من عند ربنا كده. انا مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. بس بناشد الرئيس، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا ماليش حد وحضرته هو اللي يجيب لي حق، عشان هو حامي مصر كلها، يحميني من الولد ده. بناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حامي مصر يحميني من ابني ويجيب لي حقي، وحقي دي هو بيتي اقعد فيه. جعاني محد شايفني، شبعاني محد شايفني، بس اقفل الباب علي واقعد وانا راضيه. والله راضيه. اكل طقه وجح طقه نعمه من عند ربي. اكل عيش حلوه نعمه ورب نعمه. بس ما مدش ايدي لحد ولا همد ايدي لحد، وهعيش واموت ومش مد ايدي لحد، ولا حد اخلي حد يكسر نفسي ولا يكسر عيني ان انا باخد من حد حاجه. اخد واكل واحط في بطني وتبقى نفسي مكسوره، والانسان اللي عاطيني دي لا عشان والحمد لله. والله العظيم نفسي شبعان الحمد لله. ان ابني دي بقى ما بيدورش يصبح حضرت الاكل وعايز بقى اكل حلو، عايز اكل حلو، عايز اكل بقى كل طقه شكل تاني. مش اللي كانوا الصبح ياكلوا الظهر وياكلوا المغرب. هو عايز اكل كل طقه شكل تاني. ادي سبب ابني ما هو عامل فيا كده، ما رضاش بعيشته زي ما انا عايشه. انا ماشيه على جدي ويرضى. طب ما انا جوزتهم 3 بنات، طب ما تصبر ويامك. عايز يا اخويا روح اشتغل وهات اكل حلو وانا اعمل لك كل. والله ما انا عايزه، انا مش عايزه اكل. انا هو ربنا يعني مجوتني كده ان شاء الله يكون بالجمعه. وانا بناشد الرئيس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا والله ما لي حد، انا ماليش غير ربنا وحضرتك. حضرتك زي ما انت حامي مصر تحميني من ابني وتجيب لي حق، وحقي هو بيتي. انا مش عايزه انا هاكل طقه واجح طقه، بس اقعد في بيتي. اقعد في بيتي ودي طلاق يعني كل الناس قاعده في بيتي. ما انا حرام علي ما اقعد في بيتي بدل ما انا مش شحططه عندي جوز بيتي. انا مش شحططه وهو مشحطط كمان. الناس اللي انا قاعده عندي والله مشحطط واشتكانا وخدنا ما نعرفه هم خدونا. لا
خدوا انا وجوز بنتي اللي انا قاعده في بيته ده اهو، جو خدونا وحطونا في حديد وودونا المركز، بيتونا ليله. والاستاذ محمود ده قال لهم والله انا ماليه دعوه هو وامه. ده خلي بالك كمان يعني برضو شكر وتقدير ال- لوكيل النيابة للراجل اللي هو يعني عارف الحقيقة وقال لك روحي. ايوه والله، ربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك له يا رب، ويجعل له في كل خطوه سلام. ربنا يبارك له يا رب ويحفظه، يا رب تبارك في عمره. وكيل النيابه يا رب تبارك في عمره يا رب. خلي بالك انت، معلش، ما فيش دخل كويس، ما فيش عيشة كويسة، بتاكلي طقة وبتجوعي طقة، ولما تناشدي سيادة الرئيس ما بتقوليش انا عايز اكل ولا اشرب ولا لا، ده بتقولي انا عايز اقعد في بيتي بس محدش يعرفني انا جعانه ولا شبعانه. ايه عزة الكرامة اللي انت فيها دي؟ ربنا يبارك في حضرتك والله. وهي دي عشت وهعيش واموت كده، وانا هعيش واموت كده. ما انا ما يعني لا توكليني لحمه وتكسر نفسي في الريحه والجايه وتبقى عطيانه. لا انا ابدا محزمه بطنك، محزمه بطني بس بكرامه. ما حدش يكسر نفسي، ما صغريش نفسك، ما صغرش نفسي واخد من وناس قاعده تجيب لي ياما ما رضيتش اخد. ناس بتجيب لك مساعدات ما رضيتش راضيه. لا يعني في رمضان كده في رمضان ما رضيتش اخد من حد حاجه، مش راضيه. لا والله دي حاجه مش عارفاها. كتر الف خيركم والله، انتوا تشكروا برضه اللي انتوا جاتوني، يعني مش يعني ما زهقكمش وانا محتاجه منكم ولا كده. انتوا تشكروا اللي انتوا مثلا بتجوني، يمكن انا محتاجه